السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل البانيه الذهبي بطريقه سهله جدا للمبتدئين. طري ولذيذ مستوي جدا من جوه، ومن بره بقى ذهبي ومقرمش، وكمان الكفر لازق عليه ما بيفكش. قدمته في الغدا مع مكرونه وطبق سلطه ومخلل، وكانت وجبه غدا مشبعه جدا. شوفوا قطعة البانيه بتتقطع بكل سهولة ازاي، رغم انها تبان من بره انها ناشفة ومتماسكة. لكن النهاردة ان شاء الله هنتبلها بطريقة وبمكونات هتخليها دايبة وطرية ومستوية جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول نشوف التتبيلة بتاعتنا. دي كمية البانيه اللي انا هتبلها. ايا كانت كمية البانيه هتجيبيه وتغسليه كويس قوي بليمون وخل وملح وهتشطفيه. هنحتاج للتتبيله كوبايه من الزبادي متصفيه من الميه، معلقه من صلصه الطماطم. ودي البهارات اللي هنحتاجها عباره عن ملح وفلفل اسود وثوم وبصل بودره وجنزبيل وبهارات فراخ وشويه من البابريكا، وبصلايه وسط مفرومه ناعم جدا. وبس كده هنحط كل المكونات بتاعتنا على الفراخ، وهنبتدي نتبلها كويس قوي ونطمن ان كل قطعه في البانيه اتغلفت بالتتبيله. والزبادي هنا ضروري جدا في تتبيله البانيه، علشان هو اللي بيخلي لحمها يبقى طري وما بيشدش. هنتبل البانيه كويس وهنغطيه بستريتش او باي كيس، وهندخله التلاجة على الاقل ساعتين. وكل ما سيبناه اكتر كل ما هياخد طعم من التتبيله اقوى وهيبقى اجمل. بعد ساعتين طلعته من التلاجة وحطيت عليه بيضه في نفس الطبق كده على البانيه نفسه. بحط البيض، حطيت بيضه وشويه فلفل اسود علشان الزفاره، قلبتها كويس. دي بقى التتبيله الجافه اللي هغطي بيها، او الكفر اللي هغطي بيه البانيه، عباره عن بقسماط مطحون. بقسماط مطحون عادي مفيهوش اي اضافات تانية، وكمان معلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق. هتبلهم بملح وفلفل اسود وبابريكا وشوية كركم وبصل وتوم بودرة. هقلب المكونات الجافة كويس، هخلطها ببعضها، وهبتدي اخد من البانيه واحط في التتبيلة الجافة، وهضغط كويس جدا عليها من الجنبين. والضغطة دي هي اللي هتخلي الكفر لازق وما يفكش. وبالنسبة للنشا اللي احنا اضفناه للمواد الجافة، هو اللي هيخليه لونه فاتح قوي والبانيه ما يغمقش معاكي في الطاسة وانت بتحمريه. وكمان هيساعد على انه يبقى مقرمش ويبقى لونه ذهبي. كده خلاص خلصت الكمية كلها. لحد كده ممكن احتفظ بيه في الفريزر. طبعا الكمية دي كتيرة، فانا هحتفظ بكمية منها بنصها تقريبا في الفريزر لمرة تانية تكون جاهزة اطلع على طول واحمر. اما بالنسبة للكمية اللي هحمرها، فهجيب طاسة ما تكونش بتلزق واحط فيها زيت، كمية زيت معقولة يعني، ولا كتير قوي زي بتاعة البطاطس ولا قليلة. يا دوب تبقى مغطية كده تحت البانيه، مش عايزاه يبقى عايم ويبقى متغطي من فوق وتحته. وهسخن الزيت خالص، وهبتدي احط فيه من قطع البانيه المتغطيه ومتبله، وهسيب ههدي النار، هخليها نار وسط، ولا هي هاديه قوي ولا هي عاليه جدا، علشان ياخد راحته كده ويستوي. ومش هقلب القطع الا لما ياخد لون من تحت. اول ما بياخد لون من تحت بقلبه على الجهه التانية، وببتدي بقى هي تقريبا بياخد دقيقتين او 3 دقايق كده على كل جنب. ولما بطلعه بحطه في مصفى، مش بحطه على مناديل علشان الكفر ما يلزقش في المناديل ويطلع. وده شكل البانيه بعد ما اتحمر واستوى. قدمته على فرشة كده من البقدونس والخضرة. لونه جميل، لونه ذهبي ومقرمش جدا وريحته تحفة، ومن جوه مستوي وطري ولذيذ. الوصفة كانت سهلة والتتبيلة متوفرة في كل بيت، ما استخدمتش اي حاجات غريبة او مكلفة. ساعات بنحتار كده منبقاش عارفين نعمل ايه غدا، وخصوصا لو كنتي بتشتغلي، فاسهل وصفة هي بتبقى المكرونة والبانيه. وكمان بنحتاج ايام المدرسة، ساعات بنحشي منه الولاد كده في سندوتشات. جربوا الوصفة هتعجبكم جدا. تتبيلات البانيه بتكون كتيرة جدا وليه طرق مختلفة، بس انا النهاردة اخترت لكم ابسط واسهل طريقة، علشان يكون سهل ولذيذ وفي نفس الوقت ما يكونش مكلف ولا صعب. قبل ما اقفل الفيديو حابه اقول لكم، لو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم. سلام عليكم.